إن إحنا اتخدعنا واتضحك علينا بإننا اتعلمنا إن النجاح معناه عدم الاستسلام، وإنك لازم تحارب للآخر. بس هل ده صح أو مناسب لجميع الحالات؟ طيب لو قلت لك إن في مواقف التراجع والاستسلام مش بس بيكون الحل للمشكلة، وإنما كمان بيكون هو المفتاح الحقيقي للنصر والنجاح، أوعدك في نهاية الحلقة دي هتغير رأيك عن الاستسلام، وإزاي إنك لما تعرف إمتى الوقت المناسب للانسحاب بتقدر تحقق اللي عمرك ما كنت هتحققه لو فضلت مكمل في نفس الموضوع. في البداية أنت محتاج تعرف مش كل حاجة محتاجة حرب، أحيانا الحل إنك تبطل مقاومة، إنك تندمج وتتأقلم مع الموقف وتغير اتجاهك بناء على المعطيات والعوامل والأسباب اللي بتظهر لك في الطريق. لما بدأت الثورة الصناعية ناس كتير اتحركت، ومظاهرات وشكوى وغيرها واعتراضات كتير على موضوع ازاي الآلة دي هتحل محلنا وهتاخد شغلنا. ناس كتير اتظاهرت، ولكن هل ده غير من شيء أو خلى أصحاب المصانع تتخلى عن فكرة الآلات؟ الإجابة باختصار لا. ولكن على الجانب الآخر العاملين اللي استسلموا عن فكرة إن يجب التخلص من الآلة وبدأوا يشوفوا إيه اللي السوق محتاجه أو العالم متجه ليه، كان لهم نصيب من الاستفادة، لأنهم عرفوا يستسلموا عن فكرة مقاومة التغيير وبدأوا بالمواكبة. فالقاعدة الأولى يا صديقي، مش كل استسلام خسارة. من المعارك الشهيرة واللي بتدرس في الغرب قبل العرب لحد دلوقتي هي معركة اليرموك، اللي المسلمين كانوا فيها حرفيا عددهم ما يقارب 40,000 أو أقل، في حين إن العدو اللي قصادهم كان 240,000. ولأننا مش هنقدر نتعمق في الموضوع، ولكن سيدنا خالد بن الوليد في المعركة دي لما لقى أن الوضع مش في صالحهم ما كملوش القتال للنهاية، ونفذ انسحاب استراتيجي. حرفيا العالم كله بيحكي وبيضحك عليه، والعالم بيشوف لحد دلوقتي ان الانسحاب ده بحد ذاته انتصار مش هزيمة. والدرس يا صديقي ان احيانا الانسحاب مش ضعف او هزيمة، ممكن يكون بحد ذاته خطوة للنصر. مثال بسيط، في الغالب الناس اللي بتدخل موضوع التداول او اي شيء له علاقة بالنصيب مجرد خسارته لجزء من فلوسه هو مش بيوقف لعب، انما بيكمل اكتر، لانه نفسه مش متقبل الخسارة وشايف انه لازم يعوض. فبينتهي الامر بالنهاية بانه خسر كل اللي معاه، رغم انه لو استسلم من اول مرة خسر فيها كان على الاقل خسارته هتبقى قليلة. فاللي انت محتاج تعرفه ان اي طريق احنا بنمشي فيه بيكون فيه علامات كتيرة. العلامات دي انت محتاج تاخد بالك منها وتدرسها وتحللها كويس، لان في بعض الطرق بيكون اغلب علاماتها بتقول لك ما تكملش. فيا صديقي تعلم كيف تستسلم. ولكن السؤال الاهم، امتى يكون الاستسلام بحد ذاته ذكاء؟ التمسك بالاشياء اللي بتأذيك هي اللي بتخليك فاشل. احيانا تمسكك بعلاقة او حلم او وظيفة او هدف معين ممكن يكون هو سبب فشلك، لانك مش شايف الصورة الكبيرة وبتحاول على الفاضي. على سبيل المثال ناس كتيرة بتحاول تصلح علاقات سامة أو تتمسك بوظيفة بتدمر صحتهم النفسية، ولكن النجاح الحقيقي مش في الاستمرار. النجاح الحقيقي إنك تعرف إمتى تقول كفاية كده ومش هكمل، بحيث إنك أنت حتى لو ما كسبتش فأنت على الأقل عرفت تدرك الخسارة بإن خسارتك تكون أقل من لو كملت. طيب بعد ما عرفنا فوائد الاستسلام، إمتى ممكن نطبق قاعدة الاستسلام الإيجابي وإمتى نتراجع بذكاء؟ انت محتاج تسأل نفسك شوية أسئلة على الحاجة قبل ما تتمسك بيها. هل انا بحارب او بكمل علشان مش عايز اطلع خسران، او خايف الناس تقول عليا حاجه او تاخد عني فكره معينه لو ما كملتش، ولا علشان دي فعلا الحاجه الصح؟ طيب لو كملت الطريق ده ايه هي التكلفه، وهل هي فعلا تستاهل؟ لو الاجابه كانت انك بتكمل الطريق ده عناد او خوف من راي الناس فيك، او الشيء نفسه مش مستاهل، فاعتقد ده الوقت المناسب انك تستسلم. في النهايه انت لازم تكون مرن كفايه، وان مش كل استسلام معناه فشل، وان بعض الانسحابات او التراجعات هي اللي بتخليك تكسب في النهايه. شاركني بالتعليقات ايه هي الحاجه اللي انت كنت متمسك بيها واكتشفت في النهاية انك كنت غلطان وان كان من المفروض تستسلم. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واشوفك على خير. سلام.